اهلا بيكم ورجعت لكم تاني فيديو جديد من الفيديوهات تجربة منتجات غريبة وجديدة داخل مصر. قلت اجي ونجرب منتجات التلاتة الجديدة كده، ومش هعلق في الفيديو ده على اي تعليقات زيادة كتير قوي الايام اللي فاتت. الحمد لله برضو ما بتكلمش في اي حاجة سواء كانت ايجابية او سلبية. ماشي، نبدأ على طول الفيديو عشان ما نقعدش وقت اطول، ومراعاة للناس اللي قالت لي كده قبل كده. نبدأ على طول. اول منتج عندنا منتج ما بتلاقوش، هو انا هجيبه على طول. المنتج دوت. ماشي، لو لاحظتوا المنتج ده اسمه ساكرا كريسبي مغطى بالكراميلا والشوكولاته. اول حاجه المنتج دوت للوهله الاولى كده، انا اول ما شفته ماشي افتكرته سوداني بالشوكولاته، اللي هو اصلا موجود في كل مقلة وفي كل حته. يعني انا كنت جايبه عشان اكله، مش عشان خاطر يجيبه في الفيديو ولا اي حاجه. بعد كده اكتشفت ان هو اصلا مش معمول من السوداني، ده مكتوب عليه كريسبي وشوكولاته. وبعدين يعني صعب قوي تلاقيه في اي حته، لان هو موجود في حته واحده بس في مصر، في المترو. يعني انت وانت راكب المترو بتلاقي البائع المتجولين هم اللي بيبيعوه. يعني ما شفتوش قبل كده اتباع في محل في بتاع مش عارف. الشركه اسمها بتاعته نصار، شركه نصار. ماشي، مش مشكله في الاسم ولا انه بيباع فين، بس هو بيباع في المترو غالبا. يعني غالبا مش هتلاقيه في اي سوبر ماركت ولا اي حته. وثمنه 2 جنيه ونص على الشويه دول. يا رب بس يكون حلو ان شاء الله، يطلع حتى زي طعم السوداني بالشوكولاته. هنفتح نجرب نشوف. اول حاجه فتحه سهل قوي لدرجه انه اتقطع مني الكيس. شكله من جوه طبعا زي من بره مفيش اي فرق، شبهه زي بالظبط السوداني بالشوكولاته اهو. ماشي، هنفتح بقى ونجرب مع بعضين. فتحناه نجرب بقى، بسم الله. دو واحده تاني. بصراحه هو حلو، على كمان كميته، الكميه اللي هو بيبقى فيه ده، فهو حلو. للورقه الاولى كده، انت بتاكل اول واحده وتحس ان انت حاطط في بقك فايش بالشوكولاته. طبعا المصريين كلهم عارفين ايه هو الفايش، كلنا بنفطر بيه الصبح. ماشي، ما هو مع تاني واحده كده اتغير، بيبان بقى فعلا طعم البسكوت اللي هو الكاريزبي اللي تحت اللي محطوط ده، بيبان مع الشوكولاته، بيبقى ليه طعم حلو. يعني انت ممكن تاخد 3 4 بق واحد عادي. يعني تمسك كده اهو، تقوم ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، تقوم دببهم في بقك عادي، مش مشكله يعني. وطعمه حلو على فكره، ولو لقيته هجيبه تاني. بس تقييمي ليه، هو لو قارنته مع السوداني بالشوكولاته فالسوداني يديله بالجزمه. يعني هو بامانه يعني السوداني بالشوكولاته احسن بكتير. بس ده يتاكل ولا لا؟ يتاكل وحلو وجميل. عشان بس انا ما ادلوش اكتر من 8 من 10، لانه غصب عني برضو اتقارن معايا بالسوداني بالشوكولاته، لانه انت معمول بنفس السيستم، مش عامل لنفسك اي بتاع. بس شركه نصار دي شركه محترمه، لسه فاتحه جديده في مصر تعتبر، ولا قديمه حتى، بس بتبيع حاجه حلو. المهم انه حلو. نجرب بقى المنتج مع بعضينا التاني. المنتج بقى التاني معانا، المنتج التاني معانا عباره عن ايه؟ طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان الكيك في مصر كان الاول، قلنا قبل كده ما كانش في غير نوعين صغيرين 3 بالكتير في مصر. بعد كده دلوقتي فتحت زي الشيبسيهات برضو في مصر، ما كانش فيه غير شيبسي بس، ولاين وكرانشي. بعد كده الدنيا فتحت بقى في مليون الف نوع شيبس. ماشي، نفس الموضوع. بلاش اقول لكم شركه ايه، نجرب ونشوف مع بعضنا الاول. المنتج اهو، منتج كيكس اسمه كده. ماشي، المنتج دوت عامل 3 اطعام مختلفه من الكيك. انا جبت واحد منهم، والاتنين الجايين ان شاء الله على فيديوهين مختلفين المرات الجايه. ماشي، انا شفته بالصدفه المنتج ده، فقلت ايه اجيبه واجربه عادي زي كله في بتاع. بس ده الغريب في الطعم ده شويه، انه كيكه بالشوكولاته محشيه شوكولاته ومغطيه بالشوكولاته، يعني كله الشوكولاته في شوكولاته. وبعدين الشركه اللي فيها اللي عاملاها شركه محترمه، يعني شركه اي جي فودز. ماشي، فودز. ماشي، اللي هي ايه، يعني شركه عامله منتجات كتير ومعروفه في مصر.
ماشي. نفتح ونجرب ونشوف وهل هتكون حلوه ولا لا. شركه ايجيبت فودز جروب. هنفتح نجرب نشوف. اول حاجه الفتح بتاعه سهل مش رخم، ودي حاجه مهمه. خلي بالك المنتج ده بجنيه واحد. عارف المنتجات اللي بجنيه كترت في البلد. حلو. اول حاجه المنتج مش كبير قوي، وزي ما انتم شايفين معمول مش باتقان، معنى ان تبقى كيكه عامله كده. وغالبا بص يعني معمول ناحيه حلوه وناحيه وحشه. ماشي، مش مشكله على جنيه، فالاخطاء التقنيه دي مش قوي. اهم حاجه الطعم. اول حاجه غالبا باين عليه نوع الكيك من اللون الاسمر العادي معروف، او باين حتى ان الشوكولاته مش باللون عادي فباين من هنا. اهم حاجه الطعم هو اللي بيفرق. بسم الله. بصوا الامانه الكيكه دي، طب ادوق حته كمان. بامانه الكيكه دي انا دقت كيكات بالعبيط في مصر، ولسه في اللي نازل جديد. وشركه قنبله كانت احسن كيكه انا اكلتها لحد دلوقتي. اللي مش شركه، اسم المنتج قنبله. دقت منه نوعين، وفي نوع جديد نازل جديد هجيبه ان شاء الله وادوقه في الفيديو الجاي. بس بالنسبه للكيكه دي، هي فيها ريحه شوكولاته، يعني على كل الشوكولاته اللي فيها دي كلها ماشي. طعم وجواها شوكولاته، وطعم الشوكولاته فيها مش باين. ليه؟ نسبه السكر اللي فيها ضعيفه لدرجه حتى الكيكه نفسها ملهاش طعم يا جدعان. بس مش هتكون اوحش من الكاوتش اللي انا اكلته قبل كده. انا اكلت كيك كاوتش. فانا شايف ان الكيكه ديت عادي، يعني عادي. اللي هي اتجابت مره ان شاء الله مش تتجاي، يعني نفس النوع ده مش هجيبه تاني. في نوعين منها تاني يمكن نتغير رايي، بس هو الطعم ده مش موفق على الشكل والاتقان والفلوس. كل دي شوكولاته ومفيش طعم الشوكولاته، يبقى ملهاش لازمه. طعمها ضعيف جدا، مش باين فيه اي حاجه. خلاص. وانا تقييمي ليها 5/10. كده حلو كمان، دي عشان اتقارنت مع حاجات اوحش منها. ماشي. نخش بقى مع بعضينا على المنتج التالت. دقيقة هنشوفه. المنتج اللي بعده حبيت اكشفه على طول، ما اقعدش اتكلم عليه الاول. انا قلت نوهت عنه في الفيس عندي. هتلاقي هحط لكم اللينك بتاع الايميل بتاع الفيس بتاعي عندي على الوصف، في صندوق الوصف. ايه بقى بتاعنا دي؟ عسلية. الناس كلها تقول لي يا راجل، ما احنا عارفين ايه العسلية، ده قديم قوي، اقدم من الجبنة الرومي. ما عسلية ايه اللي في مصر دي؟ موجودة من ايام قبل ما يخترعوا التاكس. عسلية. المشكلة بس اللي خلاني اجيب العسلية دي الفكرة بتاعتها. عسلية بطعم البرتقال. ده المفروض، ده اللي اتقال لي، فجبتها. يعني المفروض الاصفر اللي فيها ده برتقال. ماشي. وكمان طريقة عمايلها، يعني هي معمولة كده بالطريقة تحس ان هي ايه، يعني بمناسبة ان سنة 2018 خلصت و2019 جاية، فعاملينها بنفس نظام الحلويات الامريكية. ماشي. بس قول يا رب تطلع طعمها حلو، او يطلع حتى طعم البرتقال فيها باين. انا غير ان انا اصلا ما بحبش العسلية. ماشي. هنفتحها ونجرب ونشوف هل تستحق اصلا تبقى كاختراع. هل العسليه اللي اصلا اقصى حاجه كنا بنعملها ان احنا ناكلها بالسوداني، قصدي ناكلها بالسمسم، تبقى انت كده عملت انجاز. عسليه عاديه وبالسمسم ده اقصى حاجه. بعد كده بدا يظهر اللي بالمكسرات. هل بقى اللي هيظهر فيها اطعام زي كده هتمشي في السوق المصري تاني، ولا هترجع تختفي تاني زيها زي اي حاجه؟ العسليه دي كانت حاجه في مصر حلوه جدا، اختفت وبقى ملهاش لازمه. ماشي. تعال نفتح ونجرب ونشوف، وفي الاخر يا هتكمل يا رب. اول حاجه نفتحها بتتفتح بالطريقه دي. صعب جدا الفتح بتاعها، تحس ان هي
متاكله قبل كده ولا ايه؟ ملزقه بطريقه غريبه. فتحنا العسليه، هندوق بالطريقتين اللي بيتاكل بيها العسليه. اول حاجه نبدا بسم الله. حلو لما بتيجي تمصها كده تحس ان جواها فعلا عسل، يعني طعم البرتقال باين فيها، بس طعم العسليه مش باين، طعم البرتقال بس. نقطم بقى وندوق بسم الله. طبعا بغض النظر ان اي عسليه اصلا بتيجي تكسرها كده بتقوم لازقه في اسنانك وتضايقك، ويعني مكفرك ان انت اكلتها اصلا، ان الواحد ما بيحبش ياكل العسليه اصلا فاكلتها. بغض النظر عن اي عسليه اصلا هتاكلها تعمل معاك كده. تعالى نتكلم بقى على دي. اول حاجه هي معموله حلو، يعني عسليه، هي عسليه. طعم البرتقال فيها باين بغباء، عارف اذا كانك بتاكل بالظبط. بالظبط، يعني انا مش حاسس كنت باكل عسليه غير من التلزيقات اللي بتبقى في السنان فوق وتحت وتقرفك بسببها. انما كنت حاسس ان انا باكل ارواحه بالبرتقال وكسرتها في اسناني وعماله وكان دغدغتها عشان كده. هي طعم اللي اسمه ده الارواح اللي بالبرتقال بالظبط. طعم الارواح اللي بالبرتقال بالظبط. يعني دي مش طعمها عسليه خالص، ولا كأنك عسليه، كأنك بتاكل ارواح بالبرتقال. فلما تبقى حاجه زي كده ماشي ب 2 جنيه تقريبا، لانها جت لي هديه فانا ما اعرفش هي بكام بالظبط، فب 2 جنيه تقريبا وقد كده، وبتعتبر ارواحها بالبرتقال، يعني نفس طعم الارواح بالبرتقال بالظبط. ما اعرفش والله، اللي بيحب الارواح قوي كده، اللي هم في ناس بتجيب شويه ارواح قد كده وتقعد تاكلهم، انا شايف دي هتكون احسن لك بكتير بكتير يعني. ماشي. طعمها جامد، بس هي في العادي ما كانتش برضه هتاخد اكتر مني من 9 من 10 ولا حاجه، او 8 من 10. وممكن انا عشان ما بحبش العسليه اصلا فهديها 7 من 10، بس انا بتكلم على الناس اللي بتحبها اصلا. هتلاقيها روعه روعه، يعني فكره للي هو بيحب العسليه اصلا، لا الساده بالنسبه له دي هتبقى روعه. خلاص. دقيقه واحده بس واقول لكم ايه هو فيديو الاسبوع، قصدي منتج الاسبوع، معلش. بعد التفكير ماليا حوالي 10 ثواني لقيت نفسي مش عارف اختار بين ده، العسليه الغريبه اللي بالبرتقال، يعني دي يعني حاجه غريبه في مصر حلوه، وبين الحاجه اللي شبه السودان اللي بالشوكولاته اللي في كل حته دي، اللي هو كاريز بالشوكولاته. بامانه بقيت محتار، اختار دي ولا اختار دي. في الاخر انا ما بحبش العسليه، فانا عن نفسي فضلت دي. شايف ان المنتج ده لو لقيته فهو ده ممكن يكون احسن منتج في الثلاثه اللي انا دقتهم دلوقتي. انما بالنسبه اصلا اللي بيحب الحلويات وعسليه فهو نفسه هيختار دي. ماشي. فمنتج الاسبوع بالنسبه لي هو المنتج ده. ماشي. وفي فيديو حصري ماشي من جوه المصنع اللي اتعملت منه الحلويات دي، كان اسمه مصنع باريس باين. في فيديو حصري حوالي 45 ثانية هنزله على طول بعد الكلام. بس دلوقتي يا ريت لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو كده يا ريت تشترك في القناة لو انت مش مشترك. لو عندك اي تعليق اكتبه لي، ويا ريت تشرفني في الفيس، هنزل اللينك بتاعي وابعت لي طلب صداقة وهقبله على طول. ويلا مع السلامة. طبعا انا لقيت حاجة في العسلية اللي هي البرتقال دي، حاجة دي غير مقبولة تماما يعني. يعني انا ببص لقيت فيها الاسود ده، مش عارف هتشوفوه ولا ايه. الاسود ده، الاسود دوت ازاي يكون في منتج؟ حتى لو مثلا الاسود دوت كان مثلا من الصاغ اللي هو يعني فور ايفر، يعني مهما كان ما ينفعش، ما ينفعش يبقى في حاجة زي كده لمنتج يطلع يتباع.
ماشي. حاجه زي كده المنتج يطلع يتباع محدش هيجيبها منك تاني، حتى لو كانت رائعه. انا بقول لك هي حلوه وجميله، بس انا لو كنت بدل ما افتحها من هنا كنت فتحتها من هنا اهو، وكنت بصيت لقيت دي من اول ما كنتش كلتها. عايزين نبقى نخلي بالنا من التفاصيل دي لو سمحتوا. هو احمد هيقطع النوجه. طب يلا انت شوف الدنيا فيها ايه برضه، خليه هو يقطع. حلوه الالوان دي. ها ولا شهرك على النت اهو. اصبر. يلا يا ام حمدي. ام حمدي